السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله يومكم زي العسل. امبارح كان يوم كروي مليان دسم. حاجات كتير حصلت امبارح. أولها فوز الأهلي على غزل المحل. ألف مبروك يا أهلي وتستاهل. ولكن الفوز ما يطمنش، الفوز ما يطمنش. الأهلي مش مثبت تشكيلة بيلعب بيها. ينزل كهربا، ينزل محمد شريف، بيرسيتاوي، يعني دي تدوير، بس انت لازم يبقى في قوام ثابت للفريق. انت داخل على بطولة افريقيا وداخل على الدور الكوارتر. آه، لازم يبقى عندك شكل واضح للفريق. مش كده يعني، مش شويه انزل ده واطلع ده والقصص دي. ربنا كرمنا وصعدنا ومش عارف ايه، يبقى ان احنا لسه ناقصنا كتير، لسه ناقصنا كتير. انا شايف ان اهم حاجه ناقصه الاهلي صانع العاب، بلاي ميكر. بلاي ميكر طبعا. الكابتن مجدي قفشه على راسي، بس كابتن مجدي قفشه خط وسط مهاجم، وتفرق كتير قوي ما بين خط الوسط المهاجم وصانع الالعاب. يعني صانع الالعاب بيتعدوا على صابع الايد حاليا في مصر، يمكن واحد او اتنين يعني. تمام. وعواجيز كمان. لكن انت ما تقدرش تشيل كابتن مجدي قفشه مسؤوليه فريق الاهلي. صعب عليه، صعب عليه. واي حد جه في المكان ده بعد الكابتن ابو تريكه هيتظلم. يعني لو حد في مهارات ابو تريكه هيجي، برضو الناس هتقارنه بابو تريكه، فتخيل اللي بيجي لغايه دلوقتي اقل من الكابتن ابو تريكه. فالموضوع صعب على صانع الالعاب اللي هيبقى موجود لغايه لما يجي حد فت فعلا، حد فت يقدر يلعب في المكان ده كويس. آه، انت قاعد بتعوض، بتنزل مش عارف، تغير طريقه لعب وينجات ومش عارف ايه، بس احنا طريقتنا كاهلي لازم يبقى فيها صانع لعب. انت بقى كاهلي لازم تشوف الموضوع ده، لازم تشوف الموضوع ده. تشوف تعمل كشافه، تشوف في القرى، في النواجع، تجيب في مراكز الشباب حد اكيد في مصر فيها حد بيعرف يلعب في المركز ده. يا رب عنده 33 سنه يجيبه يلعب موسم معاك يتاهل. لكن احنا محتاجين صانع العاب. صانع الالعاب هيحل كتير من المشاكل الموجوده. يقول لك مفيش خط وسط مهاجم، ومفيش خط مش عارف ايه، ومفيش مهاجم صريح. انت لو جبت صانع العاب صح، اللي ما بيعرفش يجيب جوان هيجيب جوان. طالما هيوصل للكوره وهيوصل للجون هيجيب جوان. صانع الالعاب الشاطر هيحل لك المشكله دي كلها. الدفاع يقول لك عايزين وينجات، احنا الوينجات شبعانين وينجات. الوينجات قاعده ما بتلعبش، مش لاقيه شغل تشتغل. انت عايز صانع العاب، صانع العاب. مهاجم صريح ده طلبك رقم اتنين، رقم اتنين. بس صانع العاب يشيل فرقه، مش خط وسط مهاجم. خط وسط المهاجم ده راجل ميوله ان هو يطلع لقدام، بس ما يعرفش يصنع لعبه. اللي بيستلم الكرة ويرجع خطوه ورا ده مش صانع العاب. عشان بس ما نحملش حد فوق طاقته. الاهلي داخل على افريقيا، الرجاء ومش عارف ايه، وبعد كده الله اعلم المتصدر هنا مع المتصدر من هنا. احنا محتاجين صانع العاب. يشوفوه بقى في اوروبا، يشوفوه في القرى، يشوفوه في النواجع، يشوفوه في افريقيا. انت محتاج صانع العاب في مهارات الكابتن ابو تريكه الله يديله الصحه. هيحل لك 70% من المشكله. غير كده الدنيا صعبه معاك شويه. طبعا بتمنى ان شاء الله، ان شاء الله ان الزمالك يقف على رجليه. انا اقسم بالله انا بس بحب الزمالك ومش حابب الهيمنه من طرف واحد. يعني انا مش حابب الهيمنه من طرف واحد. مفيش حاجه اسمها فريق بيحصد كل البطولات. لازم يبقى فريق قوي بينافسك يعليك. احنا بنسيطر ومش عارف نطلع في كاس العالم، بنقابل مستويات اقوى من كده بكتير فبنشيل، وده حاجه مش صح. يا رب الزمالك يشد حيله ويبعد عن سكه الكركبه والهجص اللي بيحصل فيه. يعني اللي بيحصل في الزمالك حاجه تزعل، حاجه تثير الغضب يعني. ربنا ييسر لهم الحال ويوفقهم، ويا رب النصر الاهلي على طول. شكرا ليك.